السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ظهرت الفترة اللي فاتت شعب كبير وناس كتير بتتكلم على التداول، بتتكلم على التجارة الإلكترونية، بتتكلم بيقول لك هات فلوس وتعالى اشتغل معانا، تعالى اشتغل معانا في العملات الرقمية، تعالى اشتغل معانا في التداول الرقمي، تعالى اشتغل معانا اشتري دولار امريكي، دولار اجنبي، تعالى اشتغل معانا في العملة اليورو والحاجات دي كلها. واتعرض عليا بالفعل اخر مرة الموضوع ده، ولما قعدت معاه عرفت ان الموضوع ناس هبلة بجد. ولما شفت كتير قوي بعض الشباب حتى من محافظتي، من محافظة اسيوط، بتتكلم عن الموضوع ده، وشباب فعلا شغالين في الموضوع ده من غير ما يعرفوا هم رايحين على فين. الموضوع بكل بساطة، تعال اقول لك دلوقتي ليه الشركات دي بتنجح انها تقنع الناس انها تشتغل حتى ولو الشغل ده كان باطل، حتى لو كان الشغل ده مش مضمون. تعال اقول لك دلوقتي. رقم واحد بالنسبة لك، الناس دي دارسة إقناع، دارسة تأثير، دارسة تفاوض، دارسة سيلز، دارسة سلوك بشري، دارسة ازاي تخدع الناس. دي ناس دارسة، مش سبوبة وخلاص. دي ناس عارفة كويس امتى هتكسب وامتى هتنطلق وامتى هتمشي وامتى الناس هتعرفوا وامتى هيخسروا الناس ويجروا ويمشوا وامتى هيخلعوا. خلاص. فالتداول الرقمي في التداول في حد ذاته، في تداول في الاسهم، في تداول في البورصه، في تداول في عملات رقميه مصرح بيها الى اخره. التداول في حد ذاته عادي، يعني في تداول كتير، لكن النوع ده بالتحديد يقول لك تعال اشتغل معانا في العملات الرقميه المشفره الاجنبيه، التجاره الالكترونيه الى اخره. يعني يعرفك على حاجه فيها جهل كبير، فالناس في حكم ذاتها ما تعرفش ان ده في حد ذاته مجال جديد، فانا لازم اسال عنه حد متخصص في الاقتصاد، في المحاسبه، في البنوك، مش في البنوك، اسال حد مفتي ان الشغلانه دي بتبيع منتج كذا. المهم ان احنا مش مركزين نقعد نسال صاحباتنا او صاحبنا او اي حد كده، نساله الحاجات دي حلال ولا حرام، عشان هو جاهل اللي هو بيقوله لك هو كمان، فمش هيعرف يفتيك الى اخره. خلينا نقول ليه الشركات دي بتنجح. يبقى رقم واحد، هي دارسه علم اقناع بشكل كويس. وكتير من الناس على فكره لما بيدرس علم نفس الاقناع وعلم نفس التاثير، على فكره ممكن يقنعك بحاجات كتير ممكن تكون غلط. رقم اتنين، بيلعب على الاهتمام. هو بيهتم بيك بشكل فظيع، عن طريق ان هو بيجيبك في ايفنتات، في افراح، في كلام تحفيزي. تعالى انجح، انجح عشان اهلك، انجح عشان اسرتك، انت هتكسر الدنيا، هتكسر العالم، انت مش عارف ايه. ده انا اشتغلت زمان وكنت بياع جزم، ودلوقتي الحمد لله بقيت سيلز مانجر في شركة اللي هي شركة النصب دي. فرقم اتنين الاهتمام. رقم تلاتة التحفيز. هو بيبيع لك الايحاء، بيقول لك تعالى اشتغل معانا وكون نفسك والحاجات دي كلها، وعلى فكرة هتكسب في اول شهر شهرين ايا كان، آه عن طريق انك بتدخل ناس في الشركة الى اخره من الحاجات. رقم أربعة، إن هو بيوريك إن على فكرة صاحبك أهو معانا، على فكرة صاحبتك أهي معانا، على فكرة أنا اللي شغال معايا ده كان مدير بنك مش عارف إيه، على فكرة اللي شغال معانا ده، يعني ربما يكون كلامه صدق أو لا، ما يعني مش ده في حد ذاته مش ضمان. فبيلعب لك على الدليل الاجتماعي، بيقول لك إن الناس دي شغالة معانا أهو، تعالى أنت كمان اشتغل معانا في التداول الرقمي، في التجارة، في الحاجات دي كلها. فأنت هتشوح بقى. هتلاقي الحاجة الخامسة، هيوريك ناس لابسة نقاب، هيوريك ناس ملتحيين، هيوريك ناس أخلاقهم حلوة، ناس فيهم كلامهم فيه تعفف شوية. فأنت تقول الراجل ده باين عليه ثقة، باين عليه مضمون، باين عليه شيخ. على فكرة الدين يا جماعة مش مهرب إن إحنا نقول للناس ده حلو وده وحش. وورد في الأثر قبل كده إن كان أحد التابعين يعني كان بيقدح الناس اللي هي بتقيم الشخص بناء على صلاته وصومه. مش متذكر الأثر بس هو ده. فعايز اقول لك ان الموضوع غامض والموضوع فيه جهل، واحنا ادام الموضوع هو فيه جهل للدرجه دي وما هواش البنك. اسالك سؤال، هل البنك نفسه عبيط او مش عارف ان ده في مكسب كبير؟ هل البنك نفسه، البنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك مش عارف ايه، هل البنوك دي كلها غبيه كبزنس بقى، من ناحيه بزنس مش من ناحيه حلال وحرام؟ هل الناس دي كبزنس وكبنوك هل مش عارفه ان المجال ده حرام؟ هل مش عارفه ان المجال ده بيكسب؟ لو البنك عرف ان المجال ده بيكسب قطعا بيروح. فانت لما يجي يقول لك الربح مضمون، الحاجه السادسه بقى، يقول لك ان راس المال مضمونه، الربح بتاعك مضمون، يعني اللي انت هتدفعه ده مضمون 100% هيرجع لك، الربح كل اسبوع بينزلك على فودافون كاش تسحبه في اي دقيقه. فبيلعب لك على الضمان، اللي هو مطمنك ان انت مش هتخسر فلوسك.
لكن على ارض الواقع انت بالفعل مش هتخسر فلوسك، بس هتكسبها عن طريق انك تدخل ناس مغفلين يدفعوا فلوس في الشركه دي ويخشوا فيها. فهمت اللعبه؟ فالحاجه السابعه، ساعات بيدخلها لك يقول لك احنا بنبيع منتجات، احنا بنبيع مستحضرات تجميل، احنا بنبيع باقات الكترونيه، بنبيع باقات تسويق، بنبيع كورسات، الحاجات دي كلها. فتخش في الشركه فتشتري المنتجات دي منهم، يقول لك اشتري الباقه بتاعتنا وروح بيعها، مع كل منتج انت بتبيعه هيبقى ليك دخل مثلا 100 جنيه ولا 200 جنيه. بيدخلها لك شويه في الافليت ماركتنج، لكن بيدخلها لك بعدين في التسويق الهرمي والتسويق الشبكي، وده اللي احنا بنحذر منه، انك عشان تكسب فلوس لازم تشغل حد تاني تجيبه تحتك، فده المكسب وقتها. فيا جماعه بلاش ننخدع وبلاش نندفع حول التسويق، حول التداول، لان الموضوع كبير والموضوع مش صغير، والموضوع محتاج منك دراسه، والموضوع بيبنى على فتوى فقهيه، مش بيبنى على كلام تحفيزي وتعالى ويقعد يبعت لك كل يوم على الواتساب ازيك، طمنا عليك، اخبارك ايه، الحاجات دي كلها. يلا انا كده خلصت. فلو حد منكم وده طبعا كلامي اللي فات ده كله للناس اللي هي فعلا عندها وازع حلال وحرام، انما انت راجل مش فارقه معاك خلاص مع نفسك، انت هتتحاسب، واسال الله العظيم ما بقاش عظيم ان يهديك. فانا ده كلامي للناس اللي هي عندها وازع، يا جماعه كريم الموضوع ده حلال ولا حرام. خلاص. الليفل التاني انا كلامي ده للناس اللي هي فعلا عايزه تفهم. يا جماعه الحلال صعب، في جهد، الفلوس الحلال صعب، تحري الحلال صعب، والا ما كانش الموضوع سهل للدرجه دي. فالموضوع صعب وكل حاجه، بس معلش نصبر عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا جايين هنا اصلا عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاحنا جايين اصلا عشان نعبد ربنا، فنعصيه في فلوس كلام فاضي يبقى نخسر دنيا ونخسر اخره. فقبل ما تبيع البطه بتاعت الحاجه، قبل ما تبيع الكرومبا اللي في البيت، قبل ما تبيع شويه الكزبره اللي عندك، قبل ما تبيع البطانيه، قبل ما تستلف ديون من حد، بلاش تخش في التداول يا جماعه. بقى في حاجات كتيره جدا ممكن تخش فيها، بس بلاش تخش في التداول لحد ما تعرف الشركه دي اولها من اخرها يعني. وده ممكن ياخد منك شهور كتير، وناس كتير قوي من صحابي اشتغلوا في التداول وما الموضوع ما نجحش، والموضوع في نصب كتير، وشركات كتيره جدا في السوق بتخلع بعد 3 4 شهور. والدليل على ذلك روح شوف الشركه اللي انت شغال معاها دي، هتلاقيها بقالها شهرين 3 4 شهور، بقالها 6 شهور، بقالها سنه. لكن شركه بقالها 10 سنين شغاله في التداول مفيش، مش هتلاقي. خلاص، لان هم كل شويه بيتعرفوا بيتعرفوا بيقبضوا عليهم وبيخلعوا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.